عالصحة والجمال كلنا متجمعين، ده كلام حقيقي مش في الخيال، لو حتى تسألنا 100 سؤال عالصحة والجمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. 14 سنة؟ تمام كده. ولغاية دلوقتي في تبول لا إرادي؟ يعني ده يعني كان لحد يعني السنة اللي فاتت ما كانش فيه أي مشاكل يعني. لكن لا انفرض إن هي يعني في السنة الأخرانية ديت بقى يتكرر يعني، ما اعرفش إيه السبب يعني. تمام. طيب طبعا هو المفروض ان احنا بنعمل طبعا هي نايمه يعني طبعا بنعمل احنا فحوصات كده طبيه كده معينه، المفروض المتخصصين بيعملوها، بيشوفوا اذا كان المشكله دي هل في مشكله معينه في الجهاز نفسه التناسلي ولا لا. في نفس الوقت انت ممكن وانت في البيت القدم اهيا، شايف انت الكعب دون، الكعب ده هو فيه مراكز الاعصاب اللي خاصه بالعضو الذكري عند الولاد او العضو التناسلي عند الاناث. وبضغط بطريقه كده ايه يعني ضغطه بسيطه كده هنا في منطقه الكعب. لو يا ريت الكاميرا تجيب زوم معايا كده عشان نعرفوا النقاط اللي يقدر يشتغل عليها. طبعا بدون مسميات طبيه، هي ليها مسميات كتيره جدا. في عندي النقطه دي والنقطة دي من الأسفل الخاص بالكعب. الكعب ده هو متصل الأجهزة العصبية بالجهاز التناسلي. أنا لما بضغط هنا أنا بدي إشارة للمخ بقول له إن في مشكلة معينة في الجهاز التناسلي، فيبدأ المخ إنه يتعامل مع هذه المشكلة. عندي النقطة دي والنقطة دي وأسفل الكعب. هتدلكها لمدة 10 دقايق القدم اليمنى والقدم اليسرى لمدة 10 دقايق. تمام. وطبعا انا احاول ان انا اشوف هل ليها صاحبتها بتضايقها في المدرسه ولا لا، لان ممكن يكون في جانب نفسي وده اللي انا متوقعه جامد جدا. فاذا ما كانش في المشكله دي هنشتغل على منطقه الكعب لمده بس اسبوع كل يوم قبل ما هي تنام ب10 دقائق. هتلاقي المشكله دي ان شاء الله خفت ومفيش اي مشكله باذن الله. تمام. طيب نرجع لموضوعنا. طبعا زي ما احنا قلنا كده الوضوء عندنا مهم جدا جدا، لانه فيه شفاء لكثير من الامراض، لانه بيعمل اتصال للاعصاب كلها الموجوده في الجسم. ويمكن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استحضرني كده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه الناس اللي هي بتعاني بقى من مشاكل الضعف الجنسي او سرعه القذف او الكلام ده كله. قال صلى الله عليه وسلم حديث فيما معناه: من أراد أن يعاود زوجته فعليه بالوضوء فذلك أنشط له. يا الله، فذلك أنشط له. أهو فياجرا طبيعية كده إنك أنت تتوضأ. ده إزاي؟ ده أنا أصلا يعني في حالة الجنابة يعني. لا، اتوضأ وارجع لزوجتك أول مرة أو تاني مرة كأنها أول مرة بالظبط، لأنه بيعمل تنشيط لكل حاجة في الجسم. كذلك المضمضة عندي اساتذه المخ والاعصاب قالوا ان المضمضه دي بتقي من العصب او مشاكل العصب السابع، الشلل. انا مجرد ما بحط الميه ببقي واعمل الحركه دي انا بنشط عضلات الوش، بنشط الاعصاب اللي خاصه بالوش، فما يبقاش عندي في اي مشكله بالنسبه للوجه. كذلك الاستنشاق، بعض الناس حبوا ان هم يعملوا ابحاث على مسلمين وغير مسلمين، لقى الغير مسلمين الانف دي عباره عن مستنقع من البكتيريا من الفطريات، اما